السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا هالة ودي قناتي اسمها هلو. لو اول مرة تشوفي القناة انزلي تحت الفيديو اللي بتتفرجي عليه ده، اضغطي على كلمة اشتراك واختاري الكل وفعلي زر الجرس عشان بعد كده يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة. النهارده بقى ان شاء الله هعمل معاكم الطاجن الفخم اللي انت شايفاه قدامك ده بصدر فرخة واحد بس. يعني لو عندك صدر فرخة كده في التلاجة طلعيه، مش صدر فرخة كامل، اللي هو يعني بتاخدي الفرخة بتقسمي الصدر اللي فوق ده على نصين، اللي هو النص اللي فوق اللي فوق بتاع الفرخة ده احنا بناخد نص واحد منه، والنص التاني ده اعملي بيه اي حاجه تانية. احنا هنعمل الطاجن ده بنص واحد من صدر الفرخه. انا اصلا كنت عامله لكم الطاجن ده في الفيديو اللي هو بتاع ازاي تعملي من فرخه آه 3 اكلات، او يعني الفرخه ازاي تقضي معاكي 3 ايام. لكن انا مرضتش هقول لكم يعني طريقه الطاجن بالظبط في الفيديو ده، لان الفيديو كان هيطول مني قوي، فحبيت ان انا اعمل له فيديو لوحده يعني منفصل لوحده عشان نقول يعني كل حاجاته كده بالتفصيل. هنعمل الطاجن ده النهارده ان شاء الله. شايفه بقى الخضار كان دايب ازاي، والفراخ والبطاطس ازاي دايبه، عسل اقسم بالله. هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه انا جبت صدر الفرخه اللي هو كان معايا بقى خلاص من الفيديو اللي فات. احنا كنا مقسمين الفرخه على 3 اجزاء، ده كده خلاص اخر جزء منها اللي هو الصدر. هناخده بقى دلوقتي، انا هحط بس عليه شويه ميه كده وهركنه على جنب يفك، وهنشوف بقى احنا هنعمل بيه ايه. انا بس بوريكم دلوقتي شكل الطاجن، بقالي ساعه بوريكم في المنظر من كتر ما كان عاجبني. فعلا والله العظيم هو طعمه لذيذ. عارفه لما تاكلي اكله وتحسي انها لذيذه كده مسكره؟ هو الطاجن ده والله. خلاص ده صدر الفرخه اهو، ده كده اخر الصدر خلاص معايا في الفرخه ده، يعني ده كان اخر جزء معايا من الفرخه اللي احنا قسمناها على 3 ايام دي. خلاص خلصت الحمد لله. دلوقتي بقى خدت انا صدر الفرخه على جنب، احط عليه بقى شويه ميه كده خلاص وهسيبه يفك مع نفسه عشان هو كان في الفريزر. طلعت بقى شويه خضار حوالي كده 3 4 بطاطسيات كده صغيرين، مع برضو 4 5 طماطمات كده، او يعني هما تقريبا 4 بس كده وسط، على 3 قرون فلفل رومي، على قرنين فلفل حامي كده بس مش هحطهم كلهم طبعا، هاخد من كل قرن كده حته. ده قرن فلفل اخضر وقرن فلفل احمر، هاخد من كل واحد حته. انتي براحتك برضو، مش عايزه تحطيه يعني مش عايزه تحطي فلفل حامي طبعا يعني عادي براحتك ما تحطيش. لكن هو بيديله يعني طعم حلو، لما بتاكليه كده بتحسي ان هو في سنه حرقان كده شويه، بتديله يعني طعم حلو. هعمل انا ايه بقى دلوقتي؟ خدت كل الخضار اللي معايا ده ومقطعاه مكعبات كده. يعني عارفه كباب الحله لما بنيجي نعمل كباب الحله قطع كده او مكعبات كده قد كباب الحله، مش مكعبات صغيره ولا كبيره قوي، هو مكعبات كده قد كباب الحله كده بالظبط. وحاولي بقى تكون تقطيعه الخضار كله قد بعض، نفس التقطيعه كده عشان في الاخر تاخد نفس السوا ويعني يبقى الشكل حلو. خلاص قطعت انا بقى اهو كل الخضار نفس التقطيع، بطاطس وطماطم وبصل وفلفل رومي والفلفل اللي هو الفلفل الحراق يعني. ومعايا هنا بقى الصدر اهو بعد ما فك قطعته نفس التقطيعه بتاعه الخضار. يعني حاولي كده تقطعي كله قد بعضه. الفراخ نفس تقطيعه الخضار برضو مكعبات كبيره كده زي كباب الحله بالظبط. معايا بقى دلوقتي طاسه على النار فيها شويه زيت كده حلوين، يعني حلوين كتار كده، ما تستغربيش ان الزيت كتير، الزيت ده هيبقى بتاع الطاجن كله، فيعني ما تستغربيش ان هو كتير ولا حاجه. وابتديت بقى دلوقتي ان انا انزل صدر الفرخه اللي احنا قطعناها مكعبات ده في الزيت. بنزل انا بقى ايه واحده يعني وحدتين 3 كده بوحدتين 3، ما نزلتش الفراخ كلها مره واحده علشان ما تنزلش ميه. فبنزل ايه معلقتين بمعلقتين كده عشان الطاسه ما تبردش قوي مني والفراخ تنزل ميه هيبقى طعمها زفر ومش حلو. فنزلت ايه كام واحده بكام واحده بس كده، وهديها بقى دلوقتي تشويحه. اول ما تاخد لون ابيض من تحت كده اروح مقلباها. طبعا انا معليه النار قوي علشان الفراخ ما تنزلش مني ميه، لو وطيت النار الفراخ هتنزل ميه. وافضل بقى اقلبها تقلبتين كده بس في الاول لحد ايه ما يعني تاخد صدمه كده وتشد معاكي شويه، فتبقي ضمنتي ان هي خلاص كده ايه بقى مش هتنزل ميه خلاص يعني دخلت في سوا. رحت بقى دلوقتي نازله عليها ببصلايه كده حلوه وسط مفرومه ناعم قوي، البصلايه مفرومه ناعم، نزلت عليها هي كمان مع الفراخ وهديهم هما كمان ايه تقلبه مع بعض. اول ما البصلايه يعني خدت لون كده شويه او يعني دبلت وخدت لون ذهبي كده شويه، هنزل بقى عليهم دلوقتي بالبهارات. انا حطيت معلقه فلفل اسود ومعلقه كمون والملح طبعا. الطاجن ده ميزته ان هو بسيط قوي، يعني مش حابه ان انا ازود فيه بصراحه اي بهارات. هي بحس انا دايما البهارات او يعني البهارات الزياده في الاكل بتخلي الاكل في حته تانية خالص، وبشوف ان الكمون والفلفل الاسود هم اساس البهارات، اهم الحاجات بصراحه في البهارات.
فانا ما حبيتش ان انا اخلي الطعم زحمه قوي يعني، وكمون وفلفل اسود بس. وفي الاخر نزلت بقى بطماطميه كده مكعبات، الصراحه سرقتها من الطاجن يعني، من الخضار اللي احنا لسه مقطعينه دلوقتي ده. كسلت اجيب طماطميه جديده واقطعها رحت واخده كام حته كده من الخضار اللي احنا لسه مقطعينه دلوقتي وبس، وحطيتهم هما كمان. دبلت معايا الطماطم شويه ويعني وعملت صلصه كده بسيط، رحت خلاص طفي عليها، هي كده استوت. جيت هنا بقى على الخضار ورحت ضايفه عليهم ايه، صدر الفرخه اللي احنا لسه مقطعينه مع البصل مع الطماطم كل الحاجات دي، ورحت حطاهم على ايه طبق الخضار اللي احنا لسه مقطعينه دلوقتي، ونزلت عليهم بنفس البهارات اللي احنا لسه حاطينها برضو للفراخ. هي نفس البهارات. لو انت حابه ان انت تزودي اي بهارات تانية مع الخضار زودي، بس يعني انصحك بلاش. هو طعم الطاجن كده بيبقى بسيط يعني، تحسيه طاجن بلدي كده بسيط خالص يعني، ولذيذ كده في نفس الوقت، فما تزوديش بهارات، خلاص خليه خفيف كده زي ما هو. زودت هنا بقى كمان دلوقتي شويه ميه وبقلبهم مع بعض ايه، بديهم تقليبه بس كده مع بعض، البهارات بقى تختلط والفراخ وكل حاجه ايه تتقلب كده مع بعضها الاول. طاجن بقى دلوقتي اهو جبته. حابه انت على فكره ان انت تعمليه في حله عادي على النار عادي، الحله مش هتقول لا يعني، بس طبعا معروف ان الطاجن ده بيدي طعم وريحه حلوه كده للاكل اكتر من الحلل يعني. فانا كان عندي طاجن حطيتهم في الطاجن، وزودت بقى هنا كمان شويه ميه كده، يعني ايه بتحسي ان الميه يعني على طرف الطاجن، او يعني على طرف الخضار مش الطاجن، يعني مش مغطيه الخضار عشان ما يبقاش في ميه كتير، وفي نفس الوقت لازم نحط له ميه عشان الخضار يستوي. ايوه البطاطس بالذات تستوي، ايوه الخضار هينزل ميه وكل حاجه، لكن مش لدرجه ان هو هيستوي في الميه بتاعته دي. وفي الاخر انا عايزاه يستوي في الميه، وكمان يبقى في صوص كده شويه في الاخر، فلازم نزود شويه الميه اللي انا زودتهم دول. خلاص كده انا بقى خدت الطاجن حطيته في الفرن، هسيبه بقى يستوي خلاص كده براحته، هو كده خلص معايا. احطه بقى في الفرن على نار عاليه، ما تقلقيش ولا هيحصل له اي حاجه، كده كده احنا مزودينه ميه ولسه الخضار هينزل ميه، فعادي خالص. حطيه على نار عاليه وسيبيه بياخد تقريبا نص ساعه. دلوقتي بقى انا بعمل ايه، انا جبت كده طاسه على النار، حطيت فيها معلقه كبيره من السمنه، او يعني معلقه مش كبيره قوي، معلقه كده وسط من السمنه، ونزلت عليها بمعلقه كبيره توم مفروم عادي، وهديها بقى تشويحه كده. اول ما تتحمر هروح احطها على وش الطاجن بس بعد ما يستوي، ماشي. بعد ما يستوي هروح مطلعه احط عليه الطشه دي واروح مدخله الفرن تاني حوالي بس 5 دقايق، ياخد غلوه مع الطشه دي، واروح بقى مطلعه خلاص كده يبقى جاهز معايا. خلاص دلوقتي بقى انا بعمل جنبه شويه رز كده عبال ما يستوي. هو اكتر حاجه بتلاقي جنبه هو الرز، مش محتاج اي حاجه جنبه غير شويه رز ابيض كده يحلوا طعمه زياده بس، وهيبقى احلى غدا ان شاء الله. خلاص انا شوحت شويه رز عادي، اول ما اتحمروا بس معايا كده شويه نزلت عليهم بالميه. طبعا طريقه الرز العاديه يعني، وهدي بقى عليه النار خالص وهسيبه لما يستوي وبس. خلاص دلوقتي بقى الطاجن طلع من الفرن، هحط بقى عليه الطشه. هو كده خلاص استوى يعني، انا ما بحطش الطشه دي غير لما بيكون خلاص الطاجن انا شفته، لقيت البطاطس استوت، الفراخ مستويه، كل حاجه فيه مستويه خلاص، فاضل له بس 5 دقايق واروح مطلعاه. بقى احط عليه الطشه اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي دي، اللي هي معلقه سمنه وثوم مفروم، واروح مدخلاه الفرن كمان 5 دقايق بس ولا حاجه، يغلي بس كمان غلوه مع الطشه اللي احنا لسه حاطينها دي، ونروح مطلعينه. خلاص انا هو حطيت الطشه، بديله بس تقليبه وادخله بقى تاني الفرن وبس. قعد كمان حوالي 5 دقايق في الفرن ياخد غلوه بس مع الطشه يعني مش اكتر، ورحت مطلعه. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ والله العظيم يعني قمه في الروعه، روعه. الاكل تاكليه كده تحسي ان الاكل ده الله يعني، مسكر كده يعني لذيذ. البطاطس كده دايبه، والبصل البطاطس مستويه، كل حاجه مستويه ازاي فيه، بس في نفس الوقت ماسكه نفسها. شايفه البطاطسيه عامله ازاي؟ مهريه كده وبسيط قوي يعني، سهل قوي، ما بياخدش اي وقت. شويه خضار رحنا مقطعينهم وحاطين عليهم الفراخ، ويعني ومش مكلف. صدر فرخه واحد بدل ما كل مره بنقعد نعمل الفراخ بانيه مثلا او شاورما او اي حاجه. دي طريقه مختلفه شويه. ممكن تعمليه باللحمه، ممكن بدل الفراخ تعمليه باللحمه، بس انا كنت عاملاه بالفراخ عشان انا كنت عاملاها من ضمن الفرخه اللي هي بتقعد 3 ايام دي، او يعني الفرخه بتقضي 3 ايام. هسيب لكم الفيديو بتاع الفراخ ده على فكره تحت في صندوق الوصف، لو عايزه تعرفي ازاي الفرخه هتقعد معاكي 3 ايام او تعملي منها 3 اكلات محترمين. بس كده، يا رب بقى يكون الفيديو عجبك وجربي الطاجن ده، والله العظيم احلى اكله في ال3 اكلات اللي احنا عملناها من الفرخه. فعلا لذيذ كده وطعمه حلو وبسيط، هيعجبكم قوي. وبس كده،
شايفين بقى شكله؟ شايفين الصوص والصلصه نازله منه عامله زي جوسي كده، والصلصه اللي فيه تاخديها كده تحطيها على الرز، وطبعا بالعيش. حطي بقى جنبه الرز، واعملي جنبه شويه مثلا سلطه كده وشويه مخلل وعيش بقى بلدي حلو كده، والف هنا وشفا. بس كده، يا رب بقى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه بحاجه، وجربيه. وبس لو جربتيه وطلع حلو او مش طلع حلو وعجبك، لان هو طبعا هيطلع حلو لان هو فعلا والله العظيم روعه، قولي لي رايك فيه، قولي ان هو طلع حلو وعجبك. وبس كده، اشوفكم بقى ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. ما تنسيش تعملي اشتراك في القناه، واعملي لايك للفيديو ده، وفعلي زر الجرس عشان بعد كده يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها. اشوفكم على خير بقى ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.